لعيب من البالون دور بيتباع انجلترا سي ام ايكون انجلترا سي ام ايكون 103 جيرارد بيتباع 103 جيرارد بيتباع. ايه ده 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 103. الحظ ضرب لاول مره 103 ب 575 مليون 575 مليون كوينز. انا هكسر الشقه 575 مليون كوينز. جيرارد بيتباع ب 575 كوينز ومطلوب يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عمر لوكا في فيديو جديد. النهارده هنجرب نفتح مع بعض. معانا 15000 جوهره، هنفتح الباك ام 3000 جوهره اللي فيها لعيبه من 99 ل 105 مش بتتباع، وهنفتح الباك ام 4000 جوهره اللي فيها لعيب من 95 ل 105 ولكن بيتباع، وهنفتح ايضا الباك اللي فيها 7000 ونص جوهره اللي فيها لعيبه من 96 ل 105 بس بيتباع. تعالوا نصلي على النبي ونخش على الفيديو جديد. وقبل ما نبدا الفيديو خالص هنخش نعمل المقايضه اليوميه ومقايضه اللعيبه، المقايضه اللي بتديك 3 لعيبه من البالون دور. تعالوا نصلي على النبي ونشوف حظنا النهارده هيبقى عامل ازاي، ونبدا الفيديو ب3 لعيبه، ولسه معانا 3 لعيبه تاني بس بيتباعوا. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف 3 لعيبه من البالون دور. لعيب اسباني سي ام من اتلتيكو مدريد. مين 97 كوكي و96 كولوميني و96 كولوميني. بدايه غير موفقه بالمره. طبعا هنعمل اديلي بونص وطبعا هنخش ناخد نسخه ماسكرانو زي ما قلت لكم ديت قبل ما نفتح الجواهر. طبعا احنا معانا 23 نسخه ماسكرانو. تعالى بس نشوف اديلي بونص. طالع فيه لعيب المفروض حلو تقريبا، برتغالي السيتي من ليفربول، دياجو جوتا اعتقد. يعني 85. ايه يا عم ده وقع قلبنا خلاص. المهم طبعا زي ما قلت تجيبوا لعيبه ايه هنا 5 لعيبه 91 زي ما كنا جايبين تشافي بمليون ونص عشان نجيب. قلت لكم لو جبتوا 10 نسخ ب 15 مليون قدام هتجيبوا نسختين ماسكرانو. تعالى من غير رغي كتير نخش في الفيديو. طبعا احنا معانا نسخ ماسكرانو كتير اصلا. طبعا لو فتحنا 5 لعيبه 90 هيدونا ايه؟ هيدونا نسخه ماسكرانو. طبعا احنا كده معانا 21 نسخه ماسكرانو. تعالى نصلي على النبي ونخش على الفيديو الجديد بتاعنا، وفي مفاجاه في باك الوقت الاضافي. بس تعالى نصلي على النبي ونبدا الفيديو بالباك اللي لما 3000 جوهره اللي بيطلع فيها لعيب مش بيتباع. بعدين نخش بقى على اللاعبين اللي بيتباعوا اللي ان شاء الله يكون فيهم الحظ حلو، عشان لا اما يطلع لنا ال دبليو اللي عايزينه، لا اما نبيع اللعيبه ومعانا نسخ ماسكرانو نعمل اللي احنا عايزينه. لعيب فرنسي جي كي مين 99 لوريس 99 لوريس. يعني هو الحظ وحش جدا لحد الان في الباك دي. الباك بيطلع لعيبه من 99 ل 105، كل اللي بيطلع لنا فيها 99 عشان نكون متفقين ان الحظ وحش لحد دلوقتي معانا في الباك اللي فيها لعيبه مش بتتباع. تعال بقى نصلي على النبي ونشوف اللعيبه اللي بتتباع هل الحظ ممكن يضرب معانا ولا لا. نبدا بالباك ام 4000 جوهره ونختم باحسن باك اللي هي ب 7000 ونص جوهره ومن 96 دي من 95 ل 105. تعال نشوف هيطلع لنا فيها مين. تعال نصلي على النبي ونخش في الباك ام 4000 جوهره. الباك بتحمل تقريبا ما فيهاش لعيبه ولا ايه؟ لا في ايه اللي بيحصل؟ لعيب كرواتي السيتي. كان نفسي يبقى سي ام ايكون كرواتي السيتي ايكون 97 سكر 97 بيتباع ب 16 مليون بس. مش عارف بكام 16 مليون. ماشي. يعني هو رجليه 4 و5 ريليتد مهاره 4 سكيل كل حاجه. السكر حلوه اعتقد. والباك اصلا بيطلع فيها لعيبه، وطبعا طلع لنا فيرينيا 88. الباك بيطلع فيها لعيبه من 95 طلع لنا سكر 97. طب تعال نشوف بقى اللي بيطلع فيها لعيبه من 96 هيطلع لنا فيها مين وب 7000 ونص جوهره عشان نكون قارنا بين الثلاث باكات. تعال بقى نشوف النسبه. طيب ديت هنا حلوه ولا ايه الكلام؟ لان اللي فاتت كده ما كانتش حلوه اعتقد. 96 بلس 25% لحد 98 99 12% 100. تعال نصلي على النبي ونخش من غير كلام كتير ونشوف كلام على ايه في الباك ديت اللي فيها لعيب من البالون دور بيتباع انجلترا سي ام ايكون انجلترا سي ام ايكون 103 جيرارد بيتباع 103 جيرارد بيتباع. ايه ده 103. الحظ ضرب لأول مرة 103 ب 575 مليون
575 مليون كوينز. انا هكسر الشقة. 575 مليون كوينز. جيرارد بيتباع ب 575 كوينز ومطلوب. يعني احنا ممكن نخليه بمليار كوينز ونبيعه. تعالوا نصلي على النبي ونشوف الكلام على ايه في الفيديو ده. ومعانا طبعا نسخ ماسكرانو بالهبل. تعالوا نخش على الماركت نشوف هنعمل ايه. مليار كوينز طالعين من الفيديو ده، مليار كوينز. الحظ يعني اوه 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 اوه, أوه. ايه ده تعالى ورينا السعر، ورينا. انا ممكن ابيعه بمليار كوينز. هو ايه، هنج ولا ايه اللي بيحصل؟ انا ممكن ابيعه ب 830 مليون كوينز. 830 مليون كوينز. ايه ده؟ مليار كوينز. لعيب 108 سي ام. مليار كوينز. انا بجد مش عارف. تعال نبيع سكر دلوقتي 97. لو بعناه نبيعه بكام؟ طيب 17 مليون. هيخصم مليار 700. مش مشكلة، ماشي. حطه ب 16,900 احسن من نحطه في المقايضة عادي وخلاص. 16,900 مش مشكلة. احنا بنعلي على اللعيبة. طبعا احنا في فيديوهات كده جاية، في خطة هتتظبط في ال دبليو اللي احنا عايزينه في الماركت كله هنجيبه. طبعا احنا بعنا سكر هنا، وطبعا بعد ما معانا كل اللعيبه دي مش راضيه تتباع، بس الحمد لله. ربنا عوضنا بالعيب. ممكن نحطه 108 سي ام في الخطه. ممكن نحطه ايه، ممكن نبيعه بمليار كوينز يبقى معانا 900 مليون كوينز على 250 مليون كوينز يبقى معايا مليار كوينز، ونعمل كل اللي احنا عايزينه ونجيب السي ام اللي احنا كنا عايزينه ب 400 مليون، ونخليه ب 555 مليون كمان في نسخ ماسكرانو. طبعا احنا هنشوف الكلام على ايه، مش هنخلص نسخ ماسكرانو كلها. طبعا احنا عايزين صراحة السي ام اللي هو 102 ساديو ماني، ده اللي عاجبني جدا. قصدي ال دبليو. وطبعا يعني ممكن نجيبه ان شاء الله الفيديو الجاي، انا حاطه في الواتش ليتر اهو. وطبعا ممكن نجيب سي ام كمان. يعني احنا ممكن نجيب سي ام كمان ونشوف الكلام على ايه. سي ام لو هنجيب سي ام هنجيبه بكام؟ هو لو سي ام اعتقد يعني، هل ممكن نجيب دوت؟ اعتقد ده حلو. اعتقد لا، الفيزيكال هو اللي وحش، بس اعتقد ماشي. يعني احنا لو جبناه وطورناه خليناه 105 مع بعض هيبقى ب 400 مليون. او نجيبه 105 ونخليه 106. اعتقد ان الفيديو الجاي هيكون فيه صفقتين بالون دور، اس ام فلفل. انا ممكن اجيب فلفل، بس فلفل غالي قوي 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 قوي. في سي ام تاني، ماركيزيو سي ام هنا، وبدري. ماركيزيو حلو جدا على فكرة، وممكن نجيبه سي ام برضو 100 وكام. ممكن نجيب سي ام ماركيزيو. يعني احنا الفيديو الجاي هيكون فيديو صفقات، هيكون روعة. يعني رشحوا لي ال دبليو اجيبه، رشحوا لي سي ام اجيبه حرفيا. وفي سوبر سلاي سي ام، في كامافينجا، وفي شان اوغلو ده صح. شان اوغلو ده بيبقى رجليه 5 و5، بيبقى جامد جدا. اعتقد رجليه 5 و5 وجامد جدا، والسكيل وكل حاجة. احنا شكلنا هنطور الخطة تطوير عميق رائع جدا 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 الفيديو اللي جاي. طبعا ما يعني بصراحة انا مش عارف طبعا. وفي كمان فيديو تجارة احنا كنا هنعمله. يعني احنا ممكن نتاجر بنسخ ماسكرانو دي كلها، وممكن نتاجر بجيرارد، وممكن طبعا نسخ ماسكرانو هي اللي هتطلعنا من كل الازمة اللي احنا فيها دي، ازمة الخطة زي ما احنا شايفين. 2 4 6 و6 12 و6 18 19 20 21 22 23. هيبقى معانا 25 نسخة ماسكرانو. الفيديو اللي جاي ان شاء الله نظبط فيهم الخطة، نعمل فيهم كل حاجة زي ما احنا شايفين. الخطة 104 لو حطينا سي ام وحطينا ال دبليو هنطور الخطة جامد، ومعانا نسخ ماسكرانو نعمل بيها اللي احنا عايزينه ونظبط اللعيبه، لان الخطه بتاعتنا مش متظبطه خالص بقالها فتره كبيره. وهنختم حاجه بسيطه كده في باقي الوقت الاضافي ونقفل الفيديو بتاعنا، عشان الفيديو اللي جاي نشوف هنجيب مليار كوينز ولا هنجيب ايه، ولا هنظبط الخطه. ونختم بالباك بتاعتنا ديت برضو اللي بيطلع فيها نسخ ماسكرانو او لعيبه او جواهر، ونشوف الكلام على ايه. برضو الحظ ما ضربش، ونسخة ماسكرانو تاني هيبقى معانا 26 نسخة ماسكرانو. يعني الحظ ما ضربش في الباك اللي هي
مش بتبقى في اللي هي بتديك من 99 ل 105، وضرب في الباك ام 7000 ونص اللي بيديك فيها لعيبه بتتباع، وادانا 103 بيتباع. جيرارد 103 بيتباع. انا مش مصدق نفسي لحد دلوقتي. الباك انهي باك دي؟ انهي باك؟ انهي باك؟ الباك ام 7000 ونص دي ممكن نفتح مرتين في اليوم اصلا. طب ده احنا كده، بص احنا هنعتمد الباك دي بعد كده، هنعتمد الباك دي باك بيطلع ان نسبة انه يطلع لك فيها حد يتباع اقل من 1%. نسبة انه يطلع لك لعيب 103 اقل من 1% وطلع لنا. احنا هنعتمد الباك دي بعد كده. طبعا قبل ما نختم الفيديو عايزين لسه نفتح مع بعض باك الوقت الاضافي. في حاجة هنا مش عارف اذا كانت حلوة ولا لا في الاكسترا تايم. هنا بيقول لك ايه النقط اللي احنا كنا مجمعين يجي 20,000 نقطة ما لحقناش نفتح بيهم باكات. وزي ما انت شايف بيقولك تفتح بيهم لعيب لحد ايه من 80 ل 92. طبعا بيطلع فيها لعيبه 92 عادي، وبيطلع فيها لعيبه 90، بس المعظم 85 زي ما احنا شايفين. بس بصراحه النقط راحت عليا ودي حاجه وحشه جدا يعني. انا ما كنتش واخد بالي اصلا من الريفريش لما بيحصل كل 14 يوم في باك الوقت الاضافي وبتتغير زي ما احنا شايفين. لازم نخلي بالنا من النقطه دي. راح علينا 20,000 نقطه باك الوقت الاضافي على الفاضي. طبعا بعد جيرارد ال 103 اللي طلع لنا النهارده انا مش فارق معايا حاجه في الدنيا كلها. ان شاء الله الفيديو الجاي نجيب سي ام، نجيب ال دبليو، نصرف ال 25 نسخة ماسكرانو وال 220 ألف كوينز اللي بنجمع فيهم بقالنا فترة، ونشوف بقى الكلام على ايه في فيديوهات تانية كتير. وفي الريفريش بتاع باك غير يعني ان احنا لسه ان شاء الله هنعمل باك الوقت الاضافي، هنعمل فيديوهات تانية كتير ان شاء الله على الكوينز لسه. وهنحط ايه لوريس 99 هنا عشان مش عايزينه برضه، عشان الفيديو الجاي نعمل باكات الوقت الاضافي مع بعض. وادي زي ما شايفين جبنا 4000 نقطة من اول ضربة اهيت. واعتقد هحط جيك اوفر 100 برضه، عندي كانتونا 101 كده كده. واعتقد الفيديو الجاي هنعمل حاجات تانية كتير جدا جامدة حلوة ان شاء الله بعد ما نفتح باك الاكسترا تايم اللي حصل فيها ريفريش. بقى معانا 8000 نقطة اهو تقريبا اللي حصل فيها ريفريش، وبقت دي باكات الاكسترا تايم. وفي طبعا اللي ما شافش الريفريش، وفي لعيبة من كام، وفي لعيبة من اوفر كام بتتباع، نشوف مع بعض. طبعا بقى معانا 245 مليون كوينز. دي الباك الفري احنا ما فتحناش كمان. وطبعا انا خدت 4400 جوهره من باك الكيك اوف. حلو طلعنا اوربان 83 من باك الكيك اوف اللي لسه ما خدهمش طبعا. يشوف برضو انا كنت منزلها في فيديو. زي ما شايفين باك من 101 ل 105 دي اللي احنا عايزين نفتحها ان شاء الله. بيقول لك بعد 5 ايام، بعد ان 26 يوم، يعني بعد 26 يوم كل النقط اللي معاك دي هتتعمل. انما دي هتعملها ريفريش بعد 5 ايام ان شاء الله. نفتحها بعد 4 ايام قبل الريفريش ما يتعمل، ونجرب حظنا فيها. لعيب من 101 ل 105. طبعا انا لحد دلوقتي مش عارف صراحة تنصحوني ابيع جيرارد دوت ولا اخليه معايا، ولا اطوره ب 15 نسخة ماسكران وابيعه بمليار كوينز، ولا اعمل ايه؟ هحطها في المتحف دي. انا هحطها في المتحف، نسخة هحطها في حظ ما بيتضربش كل يوم. كل حاجة طاقات من كل حاجة حلوة. 4 سكيل، 98 سرعة، 100 شوت، 105 باص، 100 دريبلينج، لعيب 103 وبيتباع وطلع لنا في باك. كل ده السبب في الجواهر. السر في الجواهر مليار كوينز، والسر في الجواهر مليار كوينز. لعيب بمليار كوينز لو طورناه بنسخ ماسكرانو هنبيعه بمليار كوينز حرفيا. والسر في الجواهر بس. طبعا احنا النهارده قارنا بين 3 باكات بالجواهر، عرفتوا هتفتحوا انهي باك من غير ما اتكلم. وكان معاكم عمر لوكا. نختم الفيديو بقى بالصلاه على النبي. ولو لسه ما اشتركتش في القناه سيب لايك واعمل سبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد جامد ان شاء الله، باوفر جديد ان شاء الله، بمليار كوينز جديده، ب 25 نسخه ماسكرون او 26. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.